الكلام مين اللي هيمشي، الست ولا الراجل؟ العلاقة بين الراجل ومراته أو الست وجوزها خصوصا في بداية الجواز بتبقى عاملة زي القط والفار والحرب العالمية الأولى، العسل والطحينة. بيبقى في صراع استراتيجي وحرب حقيقية حوالين كلام مين اللي هيمشي. القرارات الصعبة مين اللي هياخدها؟ الست هتسمع كلام الراجل في كل حاجة وهتقول حاضر ونعم، ولا هتتناقش زي كده؟ طيب لو ما عجبهاش الكلام وما اقتنعتش، طيب هتقول انها تعمل اللي في دماغها ولا هتعمله بس من وراه؟ فدايما اول فترة في الجواز بتبقى مليانة بالصراعات دي، كلام مين اللي هيمشي، هو ولا هي؟ واللي بيزود الطينة بلة هو كلام الناس اللي حواليه، الاهل والصحاب، ويمسكوا ودن الراجل ويقولوا له ما ينفعش تتني لك كلمة، اذبح لها القطة، طالما انت اللي بتصرف يبقى هي تقول حاضر ونعم، ولو مش قادر تمشي عليها كلمتك دلوقتي بكره تطردك بره البيت. طالما ما بتسمعش كلامك تبقى مش مالي عينيها. والست بقى يقولوا لها ما تقوليش حاضر وخلاص، مشي كلامك عليه وعرفيه انك مجنونه وما تسيبوش يتحكم فيكي، يمشي عليكي كلامه بتاع ايه؟ فالزوج والزوجه في بدايه حياتهم اللي هي احلى والذ فتره المفروض الاتنين يتفسحوا فيها ويتبسطوا فيها ويسافروا فيها، بتلاقيهم بيتخانقوا. يوم الجمعه هنتغدى عند امي ولا امك؟ اول يوم رمضان هنفطر فين؟ وخناقات هي في الأصل تافهة. بالراحة كده، مبدئيا عايزين نبعد تماما عن مقولة المركب اللي فيها رئيسين تغرق، لأنها مش مركب وانتوا مش رئيسين، دي حياتكم، فلازم تبقوا متفاهمين، عارفين تتناقشوا في كل حاجة، بتعرفوا توصلوا لحل وسط وقرار يرضيكوا في أي مشكلة. بتتخانقوا بس بتعرفوا تتصالحوا، بتختلفوا بس بتعرفوا تتفقوا، كل واحد يفكر في راحة التاني قبل راحته، لأنه لما هيبقى مرتاح هيريح التاني. الزوج لو كلامه مشي عافية الزوجة مش هتبقى مرتاحة وهتعمل حاجات كتير غصب عنها، وطالما هي مش مرتاحة هتبقى نكدية وهتنكد عليه وتبقى حياته منيلة ب60 نيلة. أما الزوجة بقى لو هي اللي ماشية كلامها بالنحنحة أو حتى بالتهديد، أو حتى لو جوزها شخصيته ضعيفة، ده هيخلي جوزها مش مرتاح أكتر، ده غير إنه هينزل من نظرها. فليه وجع القلب؟ خليكم متفاهمين، وكل مشكلة وكل خناقة وكل قرار تقدروا تقعدوا فيه وتتكلموا وتتناقشوا وتفكروا وتوصلوا لقرار يريحكم انتوا الاتنين. وسيبكوا بقى من مثل المركب اللي فيها رئيسين تغرق، وخليكوا في مثل القفة ام ودنين يشيلوها اتنين. انا نرمين لطفي، وده بيتك ومطرحك.